قبل ما نبدأ أحداث فيلمنا يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ فيلمنا. بتبدأ أحداث الفيلم سنة 1959 في جزيرة الهند الصينية، وتحديدا في مدينة بورما. في الوقت ده كانت فرنسا انسحبت من الجزيرة بعد ما احتلتها لمدة 2 سنين. من ساعتها والمدينة اتحولت لمكان بيلجأ له كل الهاربين من بلادهم، زي مجرمين الحرب في أوروبا أو رجال الأعمال الفاسدين السابقين من دول كتير، ومن ضمنهم جندي أيرلندي سابق اسمه مارتن. في بداية أحداث الفيلم بنشوف بطلنا مارتن اللي بيكون مدفون في التراب، وبيقوم بيشيل مراته من جنبه وبيخرج من المكان اللي كان فيه، وبتكون مراته قاعدة على رجله وهي بتاخد أنفاسها الأخيرة. وبعدها بنرجع بالأحداث قبل 6 شهور، وبنشوف مارتن هو في الزنزانة، وبيجي الحراس ياخدوه علشان يلعب لعبة قتالية لصاحب مأمور السجن، واللي بيلعبه علشان هو قوي وبيراهن عليه علشان يكسب فلوس. مارتن بيتواجه مع شخص قوي جدا وضخم، لكن مارتن بيقدر انه يتغلب عليه ويكسبه. بيفرح المأمور هانز لانه كان مراهن على مارتن، لكن الضابط جون بيكون متضايق جدا لانه كان مراهن على الخصم التاني اللي خسر. من كتر غيظه بينزل يواجهه بنفسه، وبيتخلص منه عن طريق طعنه اكتر من طعنه بالسكينة. بعدها الحراس بياخدوا مارتن علشان يرجعوه للزنزانة، وهم في طريقهم بيقابل مارتن بنت المأمور إليزابيث، واللي بيكون باباها مش معترف بيها أصلا، ومعاه ورد بتوصله لباباه كل أسبوع. واحد من الحراس بيصرخ في وشها وبيقول لها ترجع، وساعتها مارتن بيتعصب وبيضربه علشان ضايق إليزابيث، بس بيعرفوا يسيطروا عليه علشان رابطينه. وبيتضح ان الحراس بيعاملوا إليزابيث كده بسبب ان المأمور مش معترف بيها. بعدها بيرجع مارتن الزنزانة وبتزوره إليزابيث، وهنا بنعرف انهم معجبين ببعض، وبيكون مارتن متضايق منها علشان بتروح للمأمور كل اسبوع على الرغم من انه دايما بيصدها. بعدها بنشوف المأمور وهو قاعد في مكتبه وبيشم الورد اللي جايباه إليزابيث، بيبص لصورتهم مع بعض، وبعدها بيرمي الوردة في الزبالة. في نفس الوقت بيدخل عليه العريف بون وبيعرفه ان العميل اللي بيجيله دايما جاله ومنتظره بره. لما بيروح له المأمور بنعرف ان العميل ده اسمه هاريسون بريطاني. بيدور حوار بينهم وبنعرف منه انه بيسأل عن مارتن، لكن المأمور بينكر انه موجود عنده. تاني يوم بنشوف مارتن في مكتب المأمور، وبيعرف منه انه خلص مدته وبيفرج عنه علشان يكون حر، والسبب الرئيسي علشان المأمور يخلص من العميل البريطاني. بيكون مارتن على وشك انه يمشي، لكن بيوقفه الضابط جون وبيعرفه انه عنده قوة ولازم يكون فاكر انه يقاتل لصالح المأمور، وبيسيبه مارتن وبيمشي. اول ما بيخرج بيروح على طول للشخص الوحيد اللي عارفه بره السجن، اللي بتبقى إليزابيث، وبتعرفه على صاحب الحانة فانتين واللي بتشتغل معاه في الحانة وبيكون كمان مربيها. ساعتها فانتين بيرحب بيه وبيعرفه ان إليزابيث تبقى بنت هانز ستاينر المأمور، وانها دايما بتروح لهناك تديله الورد، وعرفه كمان انه كان الخادم بتاعه زمان وعارف كل حاجة عنه، وعلشان كده هو خد إيزابيل وتبناها، ولما كبرت شغلها معاه. كل ده حصل بعد ما ستاينر رفض انه يعترف بيها لانه كان شاكك ان امها كانت بتخونه. كمان عرف مارتن انه بيشتغل معاه كحارس شخصي. وبعدها مارتن بيروح على الأوضة اللي بينام فيها، وأول حاجة بيعملها إنه بيتدرب على الملاكمة. وبعدها بنشوفه قاعد مع فانتين وإيزابيل وبياكلوا مع بعض ومبسوطين جدا، واعتبرهم مارتن عيلته الجديدة. في يوم بالليل في الحانة بيكون في 2 بيتخانقوا مع بعض، ومارتن بيضربهم وبيخرج واحد منهم بره الحانة. بيخرج وراه شخص غريب ومعاه مجموعة رجالة، وبيدخل في خناقة مع مارتن، لكن بيقدر إنه يتغلب عليهم لغاية آخر واحد فيهم بينزل فيه ضرب مبرح، وبيخرج فانتاين وبيعرفه انه خلاص خلص شغله كده. بعدها مارتن بيرجع تاني للحانة وبيكون متصاب، بتعالجه إيزابيل. في نفس الوقت بيدخل عليه الضابط جون وبيعرفه ان المأمور ستاينر عايزه علشان يقاتل مرة تانية. ساعتها مارتن بيكون متضايق جدا علشان مش عايز يرجع له، وبعدها بيتكلم هو وفانتين مع بعض، وبيعرفه فانتين ان دي تبقى الطريقة الوحيدة اللي بيها يقدر يجمع فلوس ويسافر. تاني يوم الصبح بيخرج مارتن علشان يروح للقتال. بتوقفه إيزابيل علشان تودعه، وبيطلب منها مارتن انها ما تتفرجش عليه وهو بيقاتل لان شكله بيبقى زي الوحش، ومش حابب انها تشوفه بالشكل ده ولا حتى انها تراهن عليه. بعدها بنشوف مارتن وهو موجود في مكان القتال، وهناك بيتفاجئ ان خصمه يبقى نفس الشخص اللي اتخانق معاه في الحانة، وبيبدأ الكل يراهن، والمأمور بيراهن على مارتن، وكالعادة بيكسب مارتن الرهان. من الناحية التانية بيروح العميل هاريسون لفانتاين في الحانة وبيسأله عن مارتن، وساعتها فانتاين بيعرفه انه كان موجود هنا بس ما يعرفش راح فين، وانه كمان مش بيقدر يساعده. لكن هاريسون بيعرفه انه لو قال له اي معلومات عنه هيديله مكافأة $10,000.
فانتين بدأ في نفس اللحظة دي يفكر في المبلغ الكبير ده، وفي نفس الوقت بيبقى مارتن مستمر في المباريات وبيكسب كل أخصامه، والناس كلها اتأكدت من أسطورة مارتن. وبعد ما بتخلص كل المباريات بيروح مارتن لمكتب المأمور علشان ياخد فلوسه. ساعتها المأمور بيقول له يطور من نفسه في الملاكمة، وبيعرفه كمان إن في عميل بريطاني بيدور عليه علشان محكوم عليه بالإعدام، وإن من الأحسن له إنه يكون معاه علشان ما يقدرش يوصل له. لكن مارتن بياخد الفلوس وبيرجع على الحانة، وبيكون المأمور قاعد على مكتبه وبيكتب رسالة لبنته إيزابيل وبيعرفها إنه بيحبها، بس مش بيقدر يعترف بيها لأن مامتها كانت عاهرة. بيسيب الرسالة على مكتبه مع الصورة اللي بتصورينها مع بعض. وفي نفس الوقت ده مارتن في الحانة بيعرفه فانتين إن في ضابط بريطاني سأل عليه وبيديله الباسبور العسكري بتاعه، وبيقول له يحط صورته عليه ويهرب بسرعة على أمريكا هو وإيزابيل، وإن فانتين بيروح على الجنوب. تاني يوم مارتن بيروح على المأمور علشان يقاتل، لكن المأمور بيفاجئه لما بيطلب منه إنه لازم المرة دي يخسر في القتال لأن الكل بدأ يراهن عليه. وساعتها مارتن بيوافق بس بشرط بفلوس أكتر. وفي نفس الوقت بيكون فانتين في الحانة وبيراهن على مارتن إنه هيفوز، والرهان كان في الحانة بتاعته. وبنشوف في المباراة إن مارتن بيضرب الخصم بتاعه، بس في الآخر بيخسر علشان الكل كان مراهن عليه وعلشان كمان أوامر المأمور. مارتن قبل ما بيفقد وعيه بيبص للمأمور، وفي نفس الوقت بيروح الضابط جون لفانتين الحانة وبيعرفه إن مارتن خسر الرهان وإنه يسيب الحانة في خلال أسبوع. فانتين من صدمته بيطلع المسدس بتاعه وبيهدد بيه جون وبيعرفه إنه مفيش حاجة يخسرها تاني. بيكون على وشك إنه يضرب جون، لكن جون بيقدر ياخد منه المسدس ويضربه بالنار. ولما بتتصدم إيزابيل بتهجم على جون وساعتها بيضربها هي كمان. بيجي المأمور وبيشوف بنته إيزابيل وهي مضروبة وبتموت. بيكون مارتن وصل للحانة، وأول ما بيخرج جون بيلاقي مارتن في وشه وبيضربه طلقة من بعيد، وبياخدوهم هما الاتنين وبيدفنوهم. لكن علشان طلقة مارتن كانت من مكان بعيد ما ماتش، بس أغمى عليه. وكمان إيزابيل الطلقة عدت من جسمها بس لسه عايشة، وبيخرجها مارتن من التراب. وهنا بنرجع لأول مشهد في الفيلم. مارتن بياخد إيزابيل بين إيديه وبيعالجها، وكمان بيعالج نفسه بالنار علشان يوقف النزيف. وهنا بيقرر إنه ينتقم لإيزابيل. بنشوف واحد حكيم وهو بيديله سيف وبياخده منه مارتن وبيرجع يضرب من تاني علشان ينتقم من المأمور ورجالته. وبعدها بيروح مارتن للحانة اللي فيها أماريلو ورجالته، وأول ما الحراس بيوقفوه بيهجم عليهم وبيموتهم كلهم، وبيدخل الحانة ومعاه راس واحد فيهم وبيكلم أماريلو وبيعرفه إنه هيقتله ولو حد من رجالته قرب منه يموته. بيبدأ يضربهم كلهم، لكن أماريلو بيقدر إنه يهرب منه وبيروح للمأمور وبيعرفه إن مارتن لسه عايش. ساعتها المأمور بيبدأ يجهز الأسلحة ويستعد لأي خطر. بيسأله جون إذا كان خايف وإنه بيقدر يخلص عليه بسرعة، وأماريلو بيبعت جنود للمكان اللي فيه الفلوس بتاعتهم. لما أماريلو بيكون عمال يلم في الفلوس اللي في الخزنة بيوصل لهم مارتن وبيموت كل الحراس، وأخيرا بيواجه أماريلو وش الوش. أماريلو بيقول له إنه ما يقسموا الفلوس ما بينهم وبيحاول يغريه، لكن مارتن بيقتله وبيفجر قنبلة في الخزنة. وبعدها بيخرج وبيروح على المكان اللي موجود فيه المأمور وباقي رجالته، متوقع انهم مجهزين له فخ، وبيفضل يحفر تحت الارض لغايه ما بيدخل من ورا الحراس. بيلاقي 2 وبيقدر انه يموتهم بكل سهوله، وبعدها بيبدا يرمي قنابل في كل مكان علشان يشتت انتباه الحراس. ومش بس كده، ده كمان بيرمي قنابل على جون. بيكون قدامه فرصه انه يقتل المأمور، بس بيكون مش عاوز يموته بالسهوله دي. بيدخل مكتب المأمور وبيلاقيه مجهز له الاسلحه، لكن مارتن بيعرف يدخل ويقتل كل الحراس اللي حوالين المأمور. وبعدها بيسحب السيف وبيموت به المأمور انتقاما لحبيبته إيزابيل. ساعتها بيدخل عليه بون وبيقول له انه مش هيقتله لانه عايزه حي علشان العميل البريطاني طالب فيه فدية. وبعدها بيبدأوا يهاجموا بعض، وبتظهر الفنون القتالية لبون على حق. بيفضل يضرب مارتن ومارتن يرد عليه الضرب، بس في الاخر بيتخلص منه برشاش آلي. وبعدها مارتن بياخد الرسالة اللي كان سايبها المأمور وبيخرج لجون وحراسه اللي بيكون بيجهز نفسه علشان يموت مارتن، اللي بيفضل يلعبهم ويصطاد منهم واحد ورا التاني، وبيفضل يظهر ويختفي وبيفضل يقتل فيهم كلهم لغاية ما بيخلص عليهم. وفي الآخر بيقابل جون وكل واحد فيهم بيضرب التاني بطلقة في دراعه، وبيهرب جون وبيخرج مارتن لأهل القرية اللي بيحتفلوا بيه علشان خلصهم من المأمور ورجالته. وبياخد مارتن الرسالة والصورة وبيحطهم في شنطة وبيسيبهم في مكان معين وبيمشي. بيروح مارتن ورا جون اللي بيكون خسر كل حاجة ورجع من تاني راجل عادي، وده اللي كان عايزه مارتن علشان يقابله راجل لراجل.
بيوصل مارتن للمكان اللي هرب له جون وبيكون معاه مسدس، وساعتها جون بيعرفه انه مش هيهرب تاني منه، وبيحط مارتن المسدس على دماغه وبيفضل يضرب الضربات ورا بعض، لكن المسدس بيكون فاضي. بيقول له جون انهم يخرجوا بره يتقاتلوا كرجال وانه مش عايز يموت موتة سهلة. بيخرج مارتن علشان يتقاتل مع جون اللي بيكون شايف نفسه، وبيقول له على نفسه انه لقبه الجلاد، وبيطلع خنجر علشان يقاتل بيه، وبتدور معركة طويلة بينهم. وبيفضل جون يضرب مارتن بالخنجر، لكن بيقدر مارتن انه يوقع منه الخنجر على الارض، وبيضربه في نقطة ضعفه في رجله، وبعدها بيضربه ضربتين وبيوقعه على الارض، وبيجيب الخنجر وبيموت جون انتقاما لإيزابيل. في نفس الوقت ده بيتضح ان مارتن بعت الصورة والرسالة لإيزابيل، وبنكتشف انها لسه عايشة وبتقرا رسالة باباها. ساعتها بيجي العميل البريطاني لمارتن وبيعرفه ان من المفروض يقبض عليه، وان القطر مستنيهم علشان يسافروا لانه هيتحاكم بتهمة القتل. لكن بعدها بيقول له انه يشتغل لصالحه علشان يجيب له المجرمين المحليين اللي عليهم قواضي. هنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.